من فضلكم لا احب الخوض في الاعراض، لا في التعليقات ولا في المداخلات عندي. الخوض اختي في صابرين الاعراض. شفت اشكرك. تعاليق، شفت تعاليق يا نعم اخي نعم، ريس. شكون هو ارجوك بس البلاد يا اللي اخوه. ولد فيه الراجل؟ ماشي اختي جزائري الكريمه، ولد مع سعودي، ماشي دقيقة عنده صبري. دعارات يا اختي لا لا مرخصه. لا لا لا, لا. كده خلاص، شكرا صابرين يا اختي أنت صابرين. تعرفين نفسك، لحظه لا داعي لحظه، لا اقبل، صابرين لا اقبل السب في الاعراض قولا واحدا، لا من هنا ولا من هنا. هي العرض تمادت وسبت رئيسنا، يعني رئيس جمهورية، رئيس اسكتها دولة. اختي امال، اختي امال انا اسكتها، قلت لها لا يجوز. تنزلها لأنها طاولت على وهي رمز من وصفت، رموز هي الدولة وصفت وصف، الجزائرية. هي وصفت عيب الوصف عليك. وانا لا اقبله، لا اقبله من فضلك يا اختي الكريمه. انا اعرف تماما، وايضا حينما قالت الاعراض انا انزلتها، انا الذي انزلتها. أنا وطبعا سبت رئيس دولة، يعني سبت يا رئيسنا اختي وأنت خليتها الكريمه، تكمل يا اختي في الكريمه، هي وصفت، الحوار. هي لم وصفت وصف انا لا اقبله. ده وش على تزيد يعني فوق من الوصف؟ وصف مهين يعني يا لرئيس اختي دولة. الكريمه، اختي الكريمه، انا لا اقبله اطلاقا، وانا اسكتها. أنا أعتقد ما كنت نزلتهاش معي. وخليتها تكمل يعني الحوار. كان كلامها مسيء يعني لرئيسنا. وانا قلت لك يا اختي الكريمه لم اقبله يا اختي الكريمه، لا لم لا، اقبله. خليتها كملت وأعطيتها الكلمة وكملت وبقت يعني تسب يعني في طيب الأعراض، انا وعادي بعتذر جدا يا اختي بالنسبة امال، لك. اختي امال انا بعتذر بالنيابه عن كل عن هذا اللفظ اللي قالته الاخت المغربيه صابرين حينما كان من قالت هذا المفروض اللفظ. انك تنزلها انا اسف، حتى يكون اللايف يعني انا حيادي. بعتذر هوليك حضرتك خلينا اهوت. ندخلوا في الموضوع انا دابا. واش اسف غتبقاي كثير تهضري على جدا، السيده نزلات دابا؟ نزلها. انا اسف مش رئيسنا، يا اختي، مش رئيسنا. يا اختي الكريمه، انا اعتذرت لحضرتك. لو سمحتم من فضلكم يا حضرات، لو سمحتم من فضلكم، انا اعتذرت يا اختي الكريمه عن هذا اللفظ، واعتذر مره ثانيه، واسف جدا جدا ان هذا اللفظ تم تمريره عندي هنا، وانا لم انزلها. كان يجب علي بالفعل ان انا انزلها، لان طبعا انا طالما انا لا اقبل ان يهان اي رئيس، اي رمز عندي هنا، فكان يجب علينا. انا بعتذر والله لك مره ثانيه، وارجو ان نعود ثاني لحوارنا موضوعنا. اختي الكريمه كان معنا اخت مغربيه، اخت صابرين، قالت ما قالت. والان ناخذ اختنا امال. معلش اخوه فارس والله، معلش لالا ساره. اختنا امال جزائريه، اعتقد من حقها تقول رايها في الموضوع اللايف، وهو الحصاد المر. انا اخترت هذا الموضوع، قد اكون على صواب اختي الكريمه او على خطا. اخونا النوفا كان معايا، واخونا ما زال بلال معايا ايضا جزائري، انت ايضا جزائريه. البعض يقول انه حصاد مر. هل بالفعل قرار 2797 هل بالفعل كان يعني في صالح الدولة الجزائرية، أم نسف رواية البوليزاريو ورواية 50 سنة بوليزاريو وتقسيم، وأيضا مليارات أنفقت على هذا الوهم المسمى بالبوليزاريو. أيضا قرار قيام الدولة القبلية أو القبائلية في باريس، هل كان في صالح الدولة الجزائرية أم أيضا حصاد مر؟ انهيار، او نقول مش بلاش انهيار دي، يعني انهيار دي لفظ كبير شويه، نقول تراجع الدينار، العمله الجزائريه امام العملات الاجنبيه. واخيرا للاسف موافقه النظام الجزائري على قرار امريكا بنزع سلاح المقاومه الفلسطينيه. كلها، هل برايك انا يعني احسنت اختيار العنوان، اما لك راي اخر؟ تفضلي حضرتك. شكرا. انا طلعت نعقب على هذيك المروكيه اللي قاعده تسب في رئيسنا فقط. ارجو يعني ان نتجاوز المغربيه، ارجو يلا الكرغوليه، يلا الكرغوليه، يلا الكرغوليه، ما تقوليش المروكيه. يلا الكرغوليه غنقولوا لي نزلها يا حضرات لو سمحتم. يلا الكرغوليه، قولي المغرب، يا قولي اختي المغرب الكرغوليه. يا اختي الكريم، هي سمات بلادك بالفرنسيه فقط فارس. الصهويه المسندر. اسكت. سمعي الكرغوليه، سمعي الكرغوليه، راه ماشي نقاش هذا. انت كتحتج على السيده خص طيحه الهضره ونزلها، وانت كطيحي الهضره. انزلتها. لا لا لا، اختي مش ساره، مربيه، ارحب بك يا مش ساره. مربيه الكرغوليه. لا ساره تفضلي، لا ساره تفضلي حضرتك، اكملي. اتفضل. اوكي. معك الميكروفون، تفضلي. اولا اخونا بلال، اخونا فارس، عفوا. تفضلي. اولا لابد من الالتزام بموضوع اللايف، لان كل شيء خرج على موضوع اللايف. لن نخرج. الا كنت طلعتي دافعي للرئيس نتاعكم، دافعي بالدليل وبالحجه، وردي على السؤال، والتزمي بموضوع اللايف ان كنت جزائريه حره. وان لم تكوني كذلك ولست كذلك من خلال مداخلتك، فيعني لقد نزلتي.
المتدخل اللي قبل قال لماذا لا تتكلم عن الحصاد المغربي؟ بطبيعة الحال كل إناء بما فيه ينضح. إناؤنا ينضح في إفريقيا وينضح في أوروبا وينضح في العالم بأكمله. وإذا كنت أريد أن أتكلم عن الحصاد في المغرب، يعني آخر الإنجازات يعني التي نحن بصددها لغاية الساعة ويضرب بها المثل في كل مكان وصارت حديث العالم بأسره، تنظيم الكان. ما بغيتش نتكلم على أشياء من قبل، أتيتكم إلى آخر يعني إنجاز وليس الأخير بطبيعة الحال. الكان بمعايير ومقاييس تجاوزت المقاييس الدولية بشهادة الجميع. ليس أي بلد بإمكانه احتضان تظاهرة واستضافة جميع البلدان وتوفير الأمن وتوفير الاحتياجات والأوتيلات وكل شيء يتعلق بالكان. هذا آخر يعني بصدد أنتم تعاينوه، لأن مع الأسف الآن في الجزائر يسجن كل شخص يقوم بلايف يتكلم فيه عن الإنجازات في المغرب. الآن الجزائريون الذين دخلوا إلى المغرب في حالة صدمة بين ما روج لهم داخل الجزائر وبين ما وجدوه على أرض الواقع. صدمة وذهول. ووصل الأمر بحكماء المرادية، حكماء بين قوسين، رغم أنهم يفتقرون إلى الكثير من الحكمة إن لم أقل يفتقدونها جملة وتفصيلا، أصبحوا يعني يسجنون كل من يقوم بلايف يتكلم فيه عن المغرب. هذا كان فقط على سبيل المثال. أتكلم سارة، لا سارة، عشان بس يحقق الحق. يعني الرجل خرج، يعني كان بالفعل هو تم نقول يعني دعوتي للتحقيق معه وأفرج عنه، عشان بس هم غائبين الأخوة الكرام الجزائريين، ما حدش دلوقتي موجود إلا بلال، ومعنا كمان أخونا وقتوب. هذا كمثال. لكن الرجل خرج من التحقيق، يعني لم يتم سجنه. أوكي. ثم قال أنه على المستوى الدبلوماسي المغرب يعني فاشل دبلوماسيا وسياسيا، وأنا أظن أنه يرى وجهه في المرآة، يعكس حقيقة الجزائر بامتياز، لأن العكس صحيح بطبيعة الحال وبشهادة الجميع، لأن لم تبارك الدول لكم على مستوى التراث. فزنا بتسجيل القفطان مثلا. على مستوى الصحراء المغربية يعني لازلتم أنتم في أحلام اليقظة، ولازلتم في عزلة دولية، يعني عزلة دولية معكم الموزمبيق وجنوب إفريقيا الأقل ولا أكثر، لأنكم يعني يأكلون من أموالكم ليل نهار، يعني لحفظ القليل من ماء الوجه. الموضوع حسم بشهادة الجميع يعني كواقع، إلا أنتم مغيبون عن هذا الواقع. هذا أمركم، وليس من صالحكم بالمناسبة، لأنكم ضيعتم 50 سنة هباء منثورا في موضوع فاشل وخاسر رهنكم. يعني أنتم في مستنقع بسبب هذا الموضوع، يعني بسبب هذا الموضوع أنتم في مستنقع. نتكلم عن ماذا؟ عن الاقتصاد في المغرب. ما شاء الله استثمارات متتالية، دائما الاستثمارات الأجنبية يعني تدخل بيئة مناسبة للاستثمارات في المغرب. تكلم الأخ بلال يعني، وهذا هو الموضوع الذي أردت أن أعقب فيه. أعطى أرقام مستوحاة من خطابات رئيسكم، لا أقل ولا أكثر، المفتقدة للواقعية جملة وتفصيلا. تحلية مياه البحر، والله أظن أننا سمعناها منذ 5 سنوات، ولا زالت أزمة المياه قائمة في الجزائر، يعني وبشكل فظيع جدا. يعني عندما نرى المواطنون أو المواطنين الجزائريين يخرجون في فيديوهات يعني للتنديد بمطلب شرعي حق من حقوقهم في توفير المياه خصوصا في الصيف، لا أرى أين هو مشروع تحلية مياه البحر. يعني هي مجرد أرقام ضخمة على الورق وفي الخطابات، أما في الواقع لا نرى لها وجودا. عندما تتكلم
عن القطار وأنتم لا تمتلكون حتى عجلات سيارات. عن أي قطار تتكلم؟ ورأينا حافلات تمشي ب3 عجلات فقط. تتكلم عن الواقع. أين هي الحافلات التي وعدكم بها رئيسكم؟ لا شيء. أين هي البنية التحتية؟ يعني بلد عنده خيرات وعنده ثروات، تتكلمون عن الفوسفات، تتكلمون عن يعني قلتم الاكتفاء الذاتي من الحبوب، فإذا بكم تستوردون الحبوب لازلتم تستوردونها. يعني هناك فرق وفجوة كبيرة جدا بين الواقع وبين خطابات رئيسكم التي شكرا لالا سارة. هناك فرق كبير بين من فضلك تكلموا 3 مغاربه وانا لم اتكلم. انت او اخونا الجزائري اللي فوق خالص. لا اعطيني حق الرد لانه انا الموجود، يعني كانت مداخلات وانا كنت موجود هنا والاخ بالك ما كانش موجود. اعطيني فرصه فقط لاعقب. هترد عليها والله، بس قبل ان ترد عليها دعني كمان اعرج على ما قالته الاخت صابرين ونزلت انا انزلتها. اخي الكريم بلال، لماذا اخي لا نقف مع بعضنا كده، مع انتم تقفوا كده مع انفسكم وقفه بسيطه، يعني وقفه مع النفس، وقفه مع الذات، وقفه محاسبه. لماذا سيده مغربيه ماشي او بعض من يعني وصل بهم الحال الى ما استمعت اليه؟ ليه يعني مثلا انا اقول لك مثلا انا، هل يمكن لهذه الاخت المغربيه ان تقول في مصر او في تونس او في موريتانيا ما قالته من زعل ومن وجع باتجاه الجزائر؟ لماذا اوصلتم الناس الى هذه الحاله؟ اخويا العزيز بلال، رد من فضلك فيما ترد انت ترد، ثم نعود تاني الى يعني موضوعنا. شوف، الإنسان أو الدولة التي تكون لها مبادئ دائما تكون لها أعداء، ومن بينها الجلاد ليس مغربي وهو يتبنى نفس الطرح ويتبنى نفس المواقف وعنده نفس الرؤية ونفس حول النظام الجزائري ومغالطات كبيرة. هنا سؤال، هذا الجلاد مش أنا عايش في المغرب، أنا عايش في المغرب، تتهمون أن أنا عايش في المغرب وبتبع أجندة المغرب. أنا لا تقول لا تتهمونني، أنا لا أتهم أحد يا أستاذ، أنا لست عايش في ليبيا. لماذا هو كمان يدافع أو يعني مش يدافع يعني لماذا أيضا يتبنى الطرح المغربي؟ ليه؟ نعم لأنه شوف لأنه نعم شوف يا أستاذ، لأنه ليبيا ممزقة وأحدثت ما يحدث الآن بالنسبة للجلاد ومن تبنى الناطو ومن أدخل الناطو ومن قضى على رئيسه أمام الملأ ومن هو ممزق رغم كل شيء. هذا تصنيف صندوق النقد الدولي، هذه على فكرة، يعني المغرب موجود في المرتبة 124، ليبيا أحسن منه. يعني أنا يا الأخت سارة عندما أتكلم شوفي الاقتصاد أو البنية التحتية أو الاكتفاء الذاتي كلها أرقام، لديهم منظمات عالمية هي التي تصنف، ليس بلال أو رزق المدني أو المغرب أو الجزائر. هناك منظمات. رأيتم ذلك على أرض الواقع. نعم شوفي منظمة، شوفي خليني منظمة الآن هناك مواطنين جزائريين في المغرب وقفوا على ذلك بأم أعينهم على أرض الواقع. أنا أستطيع أن أدخل للمغرب شوفي أنا بموبايلي. أرقام. ديري ميوت أنا أستطيع الدخول للمغرب. لحظة أستطيع الدخول للمغرب. أخ رزق مدني خليه يكمل مداخلته على خير. كمل يا صديقي، أرجو كمل اسم ولا واحد يقاطعك وانا ارد عليك يا صديقي. من فضلكم الرجل يعني بلال لا يقاطع احد حينما يتكلم الاخرين، هو الرجل يصمت. لكن اسمعني، ما قدام الاخ رزق مدني، خلينا نقول لك كلمه، خلي مناظره سياسيه بيني وبينك، وخلي ليبيا والجزائر، واخطيك على المغرب واخطيك على مصر واخطيك على العالم كله. تقبل التحدي؟ نقبل التحدي. وش الناظر؟ انت بتكلم بلال تقبل مناظره سياسيه ما بفرق ما بين معيشه المواطن الليبي ومعيشه المواطن الجزائري؟ تقبل؟ يا اخي روح ناظر نفسك وعدل حوالك وروح شوف تلقى حل الامورك، من بعد روح ناظرني انت اخر من انتظر ان يناظروني. ايش بيك هذا يا اخي؟ انا جزائري، ما ناظركش يا اخي، انا لست هنا لمناظره، عندي نقاش مداخله.
اخي الجلاد ليس موضوعنا الان. انت الان عرضت عليه ورجل رفض. لا نهضروا يا ولدي والله غير الناس. لكن اخي بلال لحظه اخويا رزق مدني بالله كلمه وسد المايك. انا هو باش يناظرني انا، لكن هو يبي يناظر امراه، لانك امراه حالك بحالها، فهمتني؟ تفضل يا ودي ناظر حفتر، روح ناظر حفتر ما تناظرنيش انا. علينا ان نترفع عن هذه يا جلاد. تك عباره عن قطع. انا باش نلمك مانيش قادر نلمك يا جلاد. انت انا بالنسبه لي انت يا اخر من انتظر ان يناظروني، لانه ليبيا منذ 2011 لا يعني ربما للاسف يعني هذه هي الشيء. ارجوك نعود الى موضوع ثاني من فضلك. هذه النتائج اخي الكريم جلاد وامثال. شوف شكرا يا استاذ، انا هنا لارد على مجموعه من المغالطات. شكرا. انا عندما نتكلم عن الاقتصاد او نتكلم على الاكتفاء الذاتي او البنيه التحتيه، هناك منظمات عالميه، من بينها صندوق النقد، من بينها البنك العالمي، من بينها منظمات افريقيه، من بينها انظمات عربيه. الجزائر اليوم يا استاذ عندها اكبر مؤشر نمو في المنطقه، عندها اكبر ثالث اقتصاد افريقي. هذا مش كلامي، هذا تدخل صندوق النقد تجده. هل يا استاذ هذا البنك او هو المنظمه التي تسمى صندوق النقد، الذي هو المغرب هو الزبون الاول لهذه المنظمه، كاذبه؟ لا. حتقول لي لا. اذا كانت هذه المنظمه الكاذبه، لماذا المغرب يعتبر اكبر زبون بالنسبه لهذه المنظمه؟ يعني شوف يا استاذ، حنايا هنايا ماناش باش انا هنا مانيش باش ندير النفاق. انا عندما اقول لك هناك مشكل مثلا تاع عرض وطلب بالنسبه للاورو، نقول لك نعم كاين مشكل في الجزائر. تقول لي هناك مشكل مثلا تكلم رئيس الجمهوريه قال لك عندنا مشكل في اللحوم الحمراء وفشلنا في هذه النقطه، نقول لك نعم فشلنا في هذه النقطه. تقول لي السياسه ربما في الجزائر هناك نوع من التضييق، نقول لك نعم لديه الاسباب. كاين اسباب خلات هذا التضييق الدوله تذهب له، لانه ربما المرحله احنا شفنا اليمن، شفنا القرن الافريقي، من بينه ليبيا ايضا التي هي الان هي ربما هي مطروحه للتقسيم ومن طرف الامارات كدوله وظيفيه، يعني تخدم يعني هي تسير وفقا لاجنده هي معلومه من طرف الكيان. ربما الاخ الان هذا اللي ربما من 2011 لم يجد الحلول لليبيا يحاول أن يحلل الوضع في الجزائر ويجد الحلول للجزائر. يا أخي هناك يعني أزمة كبيرة في ليبيا، أتمنى أن تجد الحلول في ليبيا ثم أروح ناظرك يا أخي. عندما تكون عندك أنت نظرة يعني يا بلال أرجوك من فضلك، خلاص أنت مريت على هذا الأمر والراجل خلاص أنت هو عارض عليك أمر ولم تقبله، خلاص نحترمك أنت وهو من فضلك. أما أعطيت لي ما شاء الله، يعني نقول يعني تفاؤل كبير جدا، وان النظام الجزائري محافظ على الامن والامان، وايضا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلهم يشيروا 4.2 يا استاذ نسبه نمو هي الافضل في افريقيا. 4.2 صندوق النقد الدولي. انا سأتوقف عند هذا الرقم اناقشك بس بالضبط بما جرى في مصر 2010 ايضا كان تقريبا وصل الناتج الى النمو ما يعادل حوالي يمكن 6.7 ايام اخر ايام حسني مبارك. لكن تقريبا والنقد الدولي والبنك الدولي عفوا كان يشيد هذا المعدل في النمو، ولكن اكتشفنا وحللنا ان هذا النمو او هذا المعدل قيمته لا تسقط في جيوب المصريين، بل تسقط في جيوب فئة محددة من الشعب المصري، ومن ثم ثار المصريين على نظام حسني مبارك، نختلف أو نتفق معه. إذن يا أخي الكريم، هل هذه النسبة 4% بالفعل من النمو تدخل في جيوب الشعب الجزائري، أم أنها تدخل وتتسرب وتتوغل وتصل فقط إلى جيوب فئة محددة من الشعب؟ شوف يا أستاذ الفرق شوف الفرق يا أستاذ، أنت كمواطن كيف تلاحظه؟ عندما أنا نعود لك ربما في مرحلة بوتفليقة لتسمى بالبحبوحة، عندما تخرج أو تدخل أي محل، يعني سواء كانت قطع غيار أو تدخل لمحل يعني سوبر ماركت لمواد غذائية، كل شيء مستورد. أما الآن الأمر متغير تماما، لا وجود لأي ماركات أجنبية في الجزائر، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن صناعة جزائرية موجودة الآن، حبينا ولا كرهنا، يعني هذا أمر واقعي. جميل. عندما يقول لك صندوق النقد الدولي الجزائر الآن ثالث اقتصاد إفريقي، هذا موش يتكلم من باب ما يحبش الجزائر باش يتكلم هذا الأمر، هو صندوق النقد الدولي
يعني عربيه ولا هذه منظمه عالميه. الفاو عندما تصنف الجزائر في الخانه البيضاء هي والدول الاوروبيه فيما يخص الاكتفاء الذاتي، يعني بالنسبه للغذاء، هذه مش منظمه جزائريه. يعني هذه الامور هذه لازم نتكلموا عليها. انا كي تقول لي مثلا المغرب نقول كان الشعب الوحيد في العالم اللي خرج من اجل الصحه والتعليم. مصادر